ازيكم عاملين يا رب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده هنتكلم عن الاجزاء المهمه في ماده الدستور. طيب الاجزاء المهمه دي الاجزاء اللي هنبدا بيها. طب ليه هنبدا بيها؟ لانها 99% ما بتتلغاش من الامتحان، يبقى احنا كده وفرنا وقت ومجهود. طيب بالنسبه للاسئله التانية، هنقراها مؤقتا، ولكن هنشوف لاخر السنه هل هتتلغي ولا مش هتتلغي. تمام؟ طيب حلو جدا. ايه هي الاسئله؟ تكلم عن النظريات الديمقراطيه، مهم جدا جدا جدا، ان شاء الله جاي في الامتحان لانه بيجي كل سنه. تكلم عن الحكومات الملكيه والحكومات الجمهوريه، مهم جدا جدا. تكلم عن الحكومات الفرديه والحكومات الارستقراطيه. تكلم عن مفهوم الديمقراطيه وخصائصها، هام جدا. تكلم عن الاساس الديمقراطي للنظام النيابي، هام جدا برضو. كل اللي بقول عليه هام جدا ده ان شاء الله هتدخلوا تلاقوه لانه بيجي كل سنه. طيب تكلم عن اركان النظام النيابي، هام من هنا للصبح. تمام؟ طيب تكلم عن الديمقراطيه شبه المباشره. تكلم عن تعريف الدستور ومصادره. تكلم عن اساليب نشأة الدساتير، مهمه قوي. تكلم عن حدود تعديل الدستور. تكلم عن كفاله احترام سمو الدستور. تكلم عن نهاية الدساتير. تكلم عن مجلس شورى النواب في عهد إسماعيل وأوائل عهد توفيق. تكلم عن الثورة العربية اللي هو دستور سنة 1882، مهم قوي. تكلم عن طبيعة نظام الحكم في ظل الدساتير الملكية، مهم جدا جدا. تكلم عن الإعلان الدستوري المؤقت الصادر سنة 1953، مهم برضو قوي. تكلم عن الخصائص العامة للدستور سنة 1958. تكلم عن طبيعة نظام الحكم في ظل دستور 1971. تكلم عن الأحكام الشكلية لدستور 2014. أي حاجة في دستور 2014 هو مهم. كان من الأول خالص بيتلغي، ولكن بقاله أكتر من سنة بيتكرر، فنحطه في الحسبان كويس أوي. تكلم عن طبيعة نظام الحكم في دستور 2014. تكلم عن الشروط اللي لازم توفرها في المرشح لرئاسة الجمهورية. تكلم عن مدة الرئاسة في دستور 2014. تكلم عن مسؤولية رئيس الجمهورية في دستور 2014. تمام؟ إن شاء الله نتقابل في الأجزاء المهمة، واي حد محتاج اي حاجه هيتواصل معايا على الواتس او التليجرام. طلبه الكورس طبعا بتوعي بيتواصلوا معايا على الواتس او التليجرام او الجروبات الخاصه بينا. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.